الجمهور المغربي يصنع الحدث على الأراضي الإيفوارية. أجواء هستيرية وحماسية في المدرجات والشوارع الإيفوارية، وأعمال خيرية ومبادرة إنسانية من الجماهير المغربية تدخل الفرح والسرور على الإيفواريين. خلق الجمهور المغربي كعادته أجواء مميزة من الحماس والنشاط والفرحة في الكوت ديفوار، البلد الذي يستضيف كأس الأمم الإفريقية 2023. شهدت مدينة سان بيدرو في الكوت ديفوار حركة غير عادية بعد توافد أعداد كبيرة من الجماهير المغربية منذ بداية الكان. هذه الأعداد الكبيرة قدمت من المغرب إلى ساحل العاج لتشجيع أسود الأطلس، وعبر سكان سان بيدرو عن سعادتهم بتواجد الأعداد الكبيرة للجماهير المغربية التي خلقت رواجا اقتصاديا كبيرا في المدينة، وأبدوا إعجابهم بالطريقة التي يشجع بها الجمهور المغربي. الجماهير المغربية لم تذهب للكوت ديفوار من أجل تشجيع المنتخب المغربي فقط، بل أعطت دروسا في الأخلاق والإنسانية والتعامل مع الآخرين. ومن أجمل المبادرات الإنسانية التي قام بها المشجعون المغاربة في الكوت ديفوار هو شرائهم إحدى الأبقار من نفقتهم الخاصة، وقاموا بذبحها وتبرعوا بها لدار الأيتام في مدينة سان بيدرو وسط فرحة كبيرة من الأطفال الأيتام بهذه الهدية التي أدخلت الفرح والسرور والسعادة على قلوبهم الصغيرة. السوق ديال البقر هنا في الكوت ديفوار، وغنشريو بقرة وغنفرقوا على دار الأيتام في الكوت ديفوار. وفي هذا الفيديو يظهر مشجع مغربي وهو يشارك في فرحة هذان العروسان على الطريقة المغربية. وسلام على رسول الله إلى جا سيدنا محمد، الله مع الجلال. الله يسهل عليكم، آمين. الله يعاونكم، آمين. الله يصلحكم، آمين. وقام أيضا بإحضار 10 فتيات إيفواريات وألبسهن القفطان المغربي من أجل تشجيع المنتخب المغربي في مبادرة جميلة للتعريف بالثقافة المغربية. وفي هذا الفيديو مغربي يفاجئ الإيفواريين بصوته الجميل في تلاوة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. كما قام بإشراك الأطفال الإيفواريين في قراءة آيات من القرآن الكريم. ما تيسر من سورة الجن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. أما هذا الطابور الطويل من الإيفواريين فهو للحصول على قميص المنتخب المغربي. وهذا المشجع الرحالة قام بالسفر من المغرب إلى الكوت ديفوار على متن دراجته. رحلته استغرقت 4 أشهر للوصول إلى نقطة النهاية، وهذا كله لأجل تشجيع المنتخب المغربي. دابا أناني في الساحل العاج باش نساند المنتخب الوطني بالدراجة الهوائية. هذه الصورة الجميلة والرائعة التي يقدمها الجمهور المغربي تعكس كرم ولطف الشعب المغربي المعروف بكرمه ومساعدته للآخرين. وأين محل وارتحل الجمهور المغربي يترك بصمته في أي بطولة يشارك فيها أسود الأطلس، وخير مثال على ذلك هو ما شاهده العالم كله في كأس العالم في قطر، حيث شجعت الجماهير المغربية المنتخب المغربي بطريقة حماسية وحضارية. كما كانت الجماهير المغربية تقوم بتنظيف الملاعب بعد نهاية كل مباراة، ما جعل الكل يحترمهم ويشيد بهم. شكرا.